السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. معاكم سماح احمد، والنهاردة هنعمل مع بعض المسقعة. طبعا كلنا بنحب المسقعة، مفيش اي حد ما بيحبهاش. النهاردة نعمل المسقعة الملفوفة بطريقة جديدة، والمسقعة مفيدة جدا. فيها طماطم، فيها خضروات كتير، فيها بتنجان، فلفل، طماطم، بطاطس، بصل، توم، ففيها فيتامينات كتير جدا. يلا بينا نشوف بقى طريقتنا. اول حاجة انا هقطع البتنجان بالطول كده، مش هقطعها قطع سميكة، هقطعها قطع يعني رفيعة بس مش قوي. اول حاجة انا رشيتها بالملح، وهسيبه كده حوالي ساعتين تنزل المية بتاعتها. سيب البتنجان كده ساعتين ينزل المية بتاعته. وبعد ما نزل ميته نجيب بقى المقلاية بتاعتنا، مش هنحط فيها زيت كتير، زيت بسيط، ونحمر بقى البتنجان بتاعنا بس مش هنحمره قوي. اول ما الزيت يسخن هننزل بالبتنجان كده. طبعا انتوا شايفين انا مش حاطه زيت كتير، هنشوح بس في البتنجان. احنا مش عايزين نحمر البتنجان قوي. في مكان اهو الواحده كمان. المسقعه دي من الاكلات اللذيذه اللي كل الناس بتحبها، كل البيوت بتحب المسقعه جدا. فيها حديد، فيها فيتامينات كتير جدا. نقلب بقى، احنا عايزينها باللون ده كده. هنعملها بطريقه حلوه وبشكل حلو، ينفع لو عندنا ضيوف ان احنا نقدمها لهم. تبقى شيك جدا، شكلها بيبقى حلو وطعمها بيبقى جميل جدا. ونطلع البتنجان بتاعنا على ورق مناديل، وهكذا ونكمل لحد ما نخلص البتنجان اللي احنا مقشرينه ومقطعينه. ولازم ننقعه في ملح عشان ينزل المية بتاعته، عشان ما يشربش زيت كتير. بعد كده بقى جبت الحلة وحطيت فيها حبة زيت صغيرين، معلقتين بس زيت، والتومة بتاعتنا. حمر التومة عشان هنعمل الصلصة بتاعت المسقعة. بالتومة بتبقى جميلة جدا. طبعا أنا عصرة مع الطماطم بصلاية، لكن عاملة الصلصة بتاعت المسقعة بالتومة. نحمر كده التومة.
نقلب. ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. نحط طبعا معلقة السكر. بعد كده بقى ننزل بالتوابل، فلفل اسمر، انا بحط فيها كمون فلفل اسمر وكزبره، مش بحط فيها بهارات ولا اي حاجة تانية. بعد كده حطيت مكعب ماجي بيطعمها وبيخليها حلوة. وبعد كده هنزل بقى بالكمون والكزبرة، ونقلب ونسيبهم بقى مع بعض لحد ما يتسبكوا. نغطي الحلة ونسيبهم. وبعد ما يتسبكوا هنحط بقى، نزود كوباية مية مغلية عليهم ويغلوا غلوتين، ونطفي البوتاجاز. ونروح بقى نكمل. بعد كده نحضر المقلاية بتاعتنا، أو صينية صغيرة أو طاسة، وأكون مقطعة البطاطس حتت صغيرة زي كده، مكعبات صغيرة، وحبة زيت صغيرين، ونشوحها، نحمرها كده حبة زيت صغيرين خالص. أهم حاجة نسخن الزيت كويس، وبعد كده ننزل بالبطاطس ونحمرها بالشكل ده. بصوا أنا مش حاطة زيت كتير، حبة صغيرين. نحمرهم كده، ممكن برضو تقطعوها صوابع زي ما انتوا عايزين. وبعد كده بقى هنزل بالفلفل اللي انا مقطعه حتت صغيره برضو زي البطاطس، فلفل الوان، فلفل حامي، فلفل رومي، زي ما تحبوا. ونديهم بقى تشويحه كده مع بعض، تقليبتين كده للفلفل مع البطاطس على النار. تمام قوي كده. كده نطفي النار بقى بتاعتنا. بعد ما صفينا البطاطس والفلفل على مناديل، حطيتها بقى في طبق، وحطيت شويه ملح وشويه كمون وقلبتهم. يعني حطيت لي البطاطس والفلفل ملحهم. وادي البتنجان بتاعنا برضو بعد ما صفيته على مناديل، هنمسك كده البتنجانة ونحط فيها معلقة من البطاطس والفلفل ونلفها بالشكل ده. نلفها كده. طبعا انا محمرة بتنجان تاني كتير كده، ونلفها مسقعة ملفوفة جميلة. نيجي نغرف كده، نغرف بالقطعة، نلف كده، جميلة جدا. حاجة تحفة بجد. نرصها بقى في الصينية بتاعتنا كده لحد ما نخلصها. لفيتها كده رولات. بعد كده هنزل بالصلصة بتاعتنا. طبعا الصلصة انا حاطة فيها ملحها وكل حاجة. زوقتها كده بحبة فلفل. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200. ايه رأيكم بقى بعد ما خرجت؟ شكلها بجد تحفة، وطعمها جميل جدا. ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. بصوا لما بنطلع كده القطعة، لما نيجي نغرف هنطلع بالقطعة كده. بصوا ما شاء الله مستوية، وشكلها جميل جدا، وطعمها أجمل وأجمل.
تحفة بجد، حاجة جميلة. أتمنى طريقتي تعجبكم والفيديو عجبكم. ولو الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.